ده الجزء التاني من مسلسل سكواد جيم. والجزء الاول شفنا فيه ان سيونج كان فقير وماهوش فلوس يفرح بنته، ودايما كان حاسس بالنقص، وكان قاعد في المترو وجاله راجل يعرفه على لعبه هيكسب منها فلوس كتير، وفعلا راح واتصدم ان في متسابقين كتير هيموتوا وواحد بس منهم هو اللي هيفوز، وده بسبب ان في ناس كتير اغنياء بتراهن على اللي هيكسب منهم وبتعاملهم زي الاحصنة علشان يحسوا بالمتعه. وسيونج فضل مكمل اللعبه لغايه ما كسب، لكن بعد ما كسب كان حزين ومش عارف يتبسط بالفلوس. بس بعد فتره نفسيته اتحسنت وحاول يتبسط في حياته بالفلوس اللي كسبها، وكان مسافر لبنته، لكن وهو راكب القطر لقى الراجل اللي قبله والسبب في دخوله للعبه، بس ملحقش يمسكه، فراح شاف الكارت اللي اداه للراجل وعرف ان اللعبه لسه مستمره. ولما بيوصل للمطار وقبل ما يركب الطياره بيقعد يفكر هيسافر ولا هينتقم من صحاب اللعبه، وساعتها بيتصل على الرقم اللي على الكارت وبيقول لهم انه مش حصان وان هينتقم منهم، واللي بيكلمه كان عارف انه متسابق رقم 456 وان الاحسن ليه انه يركب الطياره ويستمتع بالفلوس وانه ينسى اللي حصل له في اللعبه، لكن بيقول له انه مش هيعرف ينسى اللي حصل وبيقفل السكه ومش بيركب الطياره وبيقرر انه ينتقم منهم. وتعالى بقى نبدا الجزء التاني، وبنشوف سيونج وهو بيجيله اتصال تاني من شخص شغال في اللعبه وبيقول له بلاش يرجع ويركب الطياره، وساعتها بيعرف انه متراقب وبيخش الحمام وبيشوف كل جسمه، وفعلا بيلاقي انهم حاطين جهاز تتبع جوه جسمه وبيطلعه من جسمه وبيخلص منه. وبننتقل للظابط هوانج وهو في المستشفى وبنلاقي انه فاق، وبعد مرور سنتين بنشوف هوانج بعد ما رجع لحياته بشكل طبيعي وبيبقى شغال ظابط مرور، وبيروح لرئيسه علشان يعرف هم عرفوا يلاقوا الجزيره اللي كان فيها اللعبه ولا لا، بس بيقول له انه مش لاقيينها وان رؤسائه وان هو كمان مش مصدقين ان في مكان زي ده، علشان الدليل الوحيد اللي هو الصور اللي كان مصورها للمكان ما اتبعتتش علشان تليفونه وقع في الميه، وبكده يعني مفيش اي دليل على اللي هو بيقوله، فمش بيهتم بكلامه وبيروح وبيقعد يفتكر اخوه لما ضربه بالرصاصه. وبننتقل لسيونج وبنلاقي انه فتح فندق، لكن على طول بيبقى قافله وبيبقى فتحه بس كتمويه علشان يعرف يعمل اللي هو عايزه، وهو بيدور على اصحاب اللعبه وبيلاقي ان الباب بيخبط وحد بيحط له كارت اللعبه، ولما بيفتح بيلاقي القائد وهو معاه راس المتسابقين، بس بنلاقي انه بيحلم وبيفوق من كوابيسه وبيقابل كيم وبيبقى صاحب عصابه كبيره وبيبقى مكلفه انه يدور على الراجل اللي قابله في المترو، وبيبقى بيدور عليه السنتين اللي فاتوا لكن لسه ما لقاهوش. وسيونج بيقول له انه تواصل معاه في نفس الوقت ده من 3 سنين، والمفروض ان لو اللعبه لسه مستمره يبقى هيدور على ناس تلعبها في الفتره دي في المترو زي ما عمل معاه زمان، وبيقول له انه يضاعف رجالته علشان يبقوا موجودين في كل محطات المترو، وبيديله كل الفلوس اللي محتاجها، وبينزل يقول لسيوك دراعه اليمين ان يجيب له رجاله اكتر، وفعلا في تاني يوم بيجيب له وبيعرفوهم مواصفات الراجل اللي بيدوروا عليه، وانه هيطلب منهم انهم يلعبوا مع بعض لعبه اسمها لعبه الدججي، وبيعرفوهم كل حاجه عنه وبيبداوا يوزعوا نفسهم على كل محطات المترو، وسيونج بيبقى قاعد مستني على امل ان اي حد يلاقيه ويتحرك عليه. وبننتقل لهوانج وبيروح للكابتن بار وبنعرف ان هو اللي انقذه علشان وهو بيصطاد لقى مغمى عليه في نص البحر وطلعه ووداه للمستشفى، وطول السنتين اللي فاتوا بيجيله كل فتره علشان يدوروا على الجزيره اللي كان فيها اللعبه، علشان هو لما لقاه في البحر كانت الميه بعدته عن الجزيره وما يعرفش اللعبه كانت في انهي جزيره فيهم، وبيبقى زار جزر كتير لكن لسه ما لقاهاش. وبعد مرور ايام كتير من بحث سيونج ورجالته وبحث الضابط هوانج للجزيره محدش فيهم بيوصل لحاجه، وساعتها بيحبط وبيقول للكابتن بار انهم اخر مره هيطلعوا يبحثوا فيها عن الجزيره ومش هيجي تاني علشان مفيش امل انهم يلاقوها. وبرده كيم وسيوك بيبداوا يفقدوا الامل وبيبقوا حاسين ان قصه سيونج كده علشان ازاي مكان هيعمل لعب لاطفال ويكونوا بيقتلوا فيها الناس وكمان هيكسبوا واحد بس فيهم مليارات، بس كيم قال له حتى كمان لو قصته مش حقيقيه فهم هيكملوا علشان الفلوس اللي بياخدوها منه. بس وهم بيتكلموا بيلاقوا الراجل اللي بيدوروا عليه فعلا، وساعتها بيتصلوا بسيونج وبيقول لهم انهم يراقبوه لغايه ما يوصل لهم، وبيسوق باقصى سرعه عليهم، واللي كان بيلعب معاه اسمه ميونج وبيبقى معاه كارت للعبه، وحبيبته جوان هي بتتصل بيه بس مش بيرد عليها وبتبقى في عياده علشان حامل، وبيبقى هي كمان معاها كارت اللعبه، وبيبان ان اللعبه اختارتهم علشان محتاجين للفلوس. وكيم وسيوك بيفضلوا مراقبينه وبيلاقوا انه بيجيب 100 فطيره من الخبز و100 ورقه حظ، وبيخش حديقه عامه فيها متشردين وبيخير الناس بين الخبز وورقه الحظ، واغلبيه الناس بتختار ورقه الحظ مع انها بتبقى جعانه. وبعد ما كله بيختار بيروح في نص الحديقه وبيرم الخبز وبيدوس عليه وبيقول لهم انه ما اجبرش حد على حاجه وان هم اللي اختاروا، وكأنه بيعمل نموذج مصغر من اللعبه اللي بتتعمل في الجزيره، وبيبان انه مريض نفسيا. وكيم وسيوك بيفضلوا متابعين سيونج بالمكان اللي هم فيه فبيزود سرعته اكتر علشان يلحقوا، فالشرطه بتوقفه بسبب سرعته الزايده، وبنلاقي انه الظابط هوانج ومعاه ظابط جديد لسه متخرج فبيخليه هو اللي ينفذ له غرامه السرعه علشان ياخد خبره، وفعلا بيعمل كده وبيبقى سيونج رد فعله غريب علشان مستعجل وبياخد الرخصه علشان يسجل
كرامة على اسمه. ولما بيخلص بيجري بسرعة وبيقول لهوانج ان رد فعله غريب ومعاه تليفونات واجهزة كتير وشاكك فيه. ولما بيشوف اسمه بيفتكر ان هو اللي راح له زمان وسأله على اخوه لما لقى معاه بطاقة اللعبة، فبيبدأ يركز معاه. وكيم وسيوك بيلاقوا الراجل ماشي من الحديقة وبيركب تاكسي، فبيطلعوا وبيركبوا تاكسي وبيمشوا وراه وبيتصلوا بسيونج وبيقولوا له، وبرضه لما بينزل من التاكسي بينزلوا وراه. ولما بيلاقوا ان سيونج اتأخر فقرروا انهم يروحوا ويمسكوه بنفسهم، لكن بنلاقي انه محترف جدا في القتال وبيخلص عليهم بكل سهولة. وبعد شوية بيوصل سيونج على المكان اللي قالوا له عليه، لكن مش بيلاقيهم وبيلاقي رقمهم مقفول، وكمان بيلاقي دم فبيفهم انه خلص عليهم، بس بيبقى مراقبه من فوق لكن سيونج ما بيكونش واخد باله منه. وبنلاقي انه لسه ما خلصش على كيم وسيوك، وبيقول لهم انهم هيلعبوا لعبة طوبة ورقة مقص والخسران فيهم هيقتله، وبيحطوا رصاصة واحدة بس في المسدس. ولما سيوك بيرفض انه يلعب بسبب خوفه فبيضرب عليه، لكن حظه بيبقى حلو والضربة ما بيكونش فيها الرصاصة. وبيبدأ الجولة التانية، ولما كيم بيخسر بنلاقي ان الضربة برضه فاضية. وبعد كذا جولة بيزهق وبيحط 5 رصاصات وبيسيب مكان واحد بس هو اللي فاضي، وبكده بنسبة كبيرة اللي هيخسر هيموت. ولما بيلعبوا سيوك بيختار في الايدين طوبة وكيم بيختار في ايد مقص وفي ايد ورقة، ومعنى كده ان لو اختار المقص هو اللي هيموت ولو اختار الورقة سيوك هو اللي هيموت، فبيضحي بنفسه وبيختار المقص وبيخسر. ولما بيضرب عليه بيموت فعلا. وبننتقل لهوانج وهو بيبحث على اسم سيونج في ملفات المرور، وبيعرف من نمر العربية اللي كان راكبها انها مملوكة لشركة عربيات للايجار، فبيروح للشركة وبيعرف منها عنوان اللي مأجرها، وبكده بيكون جاب عنوان سيونج وفعلا بيتحرك عليه، لكن بيلاقي المكان مقفول فبيتسلق المبنى وبيطلع من الشباك. ولما بيخش بيلاقي كارت اللعبة وبيبقى فاكر ان سيونج شغال مع منظمين اللعبة. وبننتقل لسيونج وهو مروح وبيلاقي يافطة الفندق منورة، ومعنى كده ان في حد جوه ومستنيه، فبيخش بحذر وبيلاقي فعلا الراجل اللي شغال مع اللعبة، وبيقول له انه لقاه مهتم جدا وبيدور عليه، فقال ان هو يجيله بنفسه. وسيونج بيقول له انه مش هيسكت لغاية ما يخلص عليهم كلهم ويوقف اللعبة تماما، وبيقول له ان هو فاهم غلط خالص علشان هو مش عارف حجم قوته قدام كيان عظيم زي كيان مؤسسين اللعبة، وانه اكيد مش هيقدر عليهم مهما جاب ناس كتير، وانه اصلا مجرد رسول بيرسل الدعوات علشان يجمع اللاعبين، وانه في الاول كان شغال من ضمن المقنعين اللي بيخلصوا على اللاعبين، وفي مرة ابوه كان من ضمن اللاعبين ولما خسر خلص عليه برضه. واللعبة لما لقيته ان فعلا منتمي للكيان وبيحبها قوي كده فرقوا وظيفته وخلوه رسول علشان يجمع اللاعبين. فساعتها سيونج بيتأكد انه فعلا مريض نفسيا، لكن مش بيهتم بكلامه وبيقول له برضه انه عايز يوصل لرؤساء اللعبة علشان يوقفها، وقال له ان في جيبه دلوقتي كارت اللعبة وبيعرض عليه انهم يلعبوا لعبة واللي هيخسر هيموت، ولو سيونج كسب ممكن ياخد منه الكارت لما يموت ويوصل لرؤساء اللعبة زي ما هو عايز. وساعتها بيوافق علشان عايز يوصل لهم فعلا. واللعبة بتبقى عبارة عن انهم هيستخدموا المسدس وهيحطوا فيه طلقة واحدة بس، وانهم هيضربوا على نفسهم واللي هيجي فيه الطلقة الاول هو اللي هيموت، وبيلعبوا لحد ما بنيجي لاخر ضربتين، وبكده فرصة الموت بتكون اكتر والدور بيبقى على سيونج اللي لو ما ماتش فالتاني هو اللي هيموت. وفعلا بيجمع كل شجاعته وبيضرب وبتطلع انها فاضية، وبيمسك المسدس وبينفذ كلامه فعلا وبيكمل اللعبة وبيموت. وساعتها سيونج بياخد منه الكارت، وهوانج بيكون سمع صوت الرصاصة وبيفضل يدور في الاوض على مكانهم، وبيفتح اوضة منهم وبيلاقي فيها سيونج وبيسأله على اوضة سيونج وبيقول له، وبيتحرك عليه فعلا وبيفتكر ان هو اللي قتله وبيقول له انه يسلم نفسه، لكن وهو بيقبض عليه بنلاقي ان سيونج بيجي وبيضرب الضابط هوانج وبيحكي لسيونج كل اللي حصل وان كيم زعيمه مات. وساعتها بيكلبش الضابط هوانج وبيبدأ يفهم منه هو مين، وبيفكره بنفسه انه جاله قبل كده وسأله على اخوه، وكل واحد فيهم بيبقى فاكر ان التاني شغال مع مؤسسين اللعبة، لكن هوانج بيقول له ان اتسلل جوه اللعبة وقتل واحد من المقنعين وخد لبسه، وسأله عن اسم هوان اللي هو اخوه، فساعتها بيفتكر وبيثق فعلا انه مش شغال مع مؤسسين اللعبة. وبما انه اتسلل جوه نظام اللعبة فبيسأله هو شاف وش قائد المقنعين، بس بيكذب عليه وبيقول له لا علشان بيكون اخوه. وسيونج كمان بيفهمه انه من ساعة ما فاز باللعبة وانه عايز ينتقم من كل مؤسسين اللعبة، فبيقرروا انهم يتحدوا مع بعض علشان يقضوا عليهم، وهيبدأوا من الكارت اللي مع سيونج، وبياخدهم وبيوريهم الفلوس اللي اخدها لما كسب اللعبة، وبيتصدموا فعلا لما بيشوفوها، وبيقول لهم انهم هيستخدموا الفلوس دي للقضاء عليهم، وبيوريهم كمان الاسلحة اللي مجمعها، وبتكون ترسانة كبيرة وفيها جميع انواع الاسلحة، وبيكون عامل مكان في الفندق مخصص للتدريب بالنار، وبيقول لهم انهم محتاجين رجالة كتير جدا تساعدهم في المهمة دي. وبننتقل لواحدة اسمها نيول وبتكون عمالة تعيط وبتكون مفتقدة بنتها جدا، وبتاخد مهدئات علشان تعرف تكمل حياتها. وفي تاني يوم بنلاقيها شغالة في حديقة وبتفرح الاطفال وبتديهم هدايا، وبيبقوا كل اللي شغالين معاها مش قادرين يستحملوا القناع بتاع البدل علشان بتبقى صعبة جدا في الجو ده، لكن هي بتبقى مش متأثرة واكنها متعودة على لبس القناع. وبتيجي البنت اللي ادت لها الهدية وبتشكرها وبترسم
رسمة ليها وبيبان انها بتحبها، وبيجي ابوها وبيطلعها من الاوضة، وبيبقى شغال رسام في الحديقة، وبنته بتكون مريضة بالسرطان وبتتعب جامد، والاسعاف بتيجي وبتاخدها، والدكتور بيقوله انها محتاجة عملية غالية جدا علشان تعيش، وابوها بيقوله انه هيعمل كل اللي في ايده علشان يجيب لها فلوس العملية. ونيول بتكون شافتها لما اغمى عليها وبتروح لها المستشفى، والبنت بتبقى صعبانة عليها جدا. وفي اليوم اللي بعده بتروح للشرطة وبتعرض على الضابط فلوس اكتر عشان يدور على بنتها تاني، وبنفهم انها كانت شغالة في الشرطة لكن ضربت نار على رئيسها وهربت من كوريا، وساعتها بنتها ضاعت منها، علشان كده حاسة بالذنب ونفسها تلاقيها. وبالليل بنلاقي ان في حد جالها من مؤسسين اللعبة وبيديلها كارت، وبننتقل للضابط هوانج وهو مع امه وبتسأله على اخوه، بيقول لها انه بيحاول يدور عليه تاني، وبنعرف من كلامهم ان اخوه كان شغال برضه في الشرطة، وان مراته كانت تعبانة ومحتاجة حد يتبرع لها بكليته، وساعتها خد رشوة كبيرة لكن اتكشف، ومن ساعتها وهو هربان. لكن طبعا هوانج ما بيكونش قايل لامه ان شافه في اللعبة وان كمان هو القائد بتاعها، وساعتها بيروح لسيونج وبيكونوا جابوا رجالة كتيرة تساعدهم، وبيكونوا على مستوى عالي جدا عشان كانوا في قوات خاصة في الجيش الكوري، وبيتفق معاهم انه هيروح يقابل المقنعين في الميعاد اللي باين في الكارت، وانهم هيستنوه في مكان قريب وفي الوقت المناسب يتدخلوا، وبيروح يخلع ضرسه وبيركب ضرس جديد في جهاز تتبع علشان يعرفوا مكانه وهو مع المقنعين او لما يروح لمكان الجزيرة، وبيبداوا يجهزوا فعلا علشان يبداوا العملية. وسيونج بيكلم بنته علشان يسمع صوتها علشان وحشته، بس مش بيرضى يتكلم علشان مش عارف يقول لها ايه. ونيول بتكلم الرقم اللي على الكارت وبيقول لها على المكان اللي هتتنقل منه للعبة. وبنيجي اليوم المهمة، وفعلا سيونج وفرقته بيروح للمكان اللي في الكارت اللي هو مالها ليلي، وبيبقى في يوم الهالوين، وبيكونوا لابسين سماعة علشان يتواصلوا مع بعض، ده طبعا غير جهاز التتبع. وبينزل سيونج للملهى والسيونج بيلبس قناع وبيخش معاه، والسيونج بيكون مش قادر يحدد مين اللي تبع اللعبة، لكن هوانج بيلاقي المقنعين وصلوا للملهى فعلا، وبيقول لهم علشان ياخدوا بالهم، وبيحاول يخش وراهم علشان يلحقهم، بس الامن بيمنعه وبيقول له انه يقف في الطابور، وبيهدده بالمسدس وبيقول له انه ظابط، وبيدخل فعلا بس ما بيكونش شايفهم. وساعتها بيجي شخص من المقنعين وبيخلي سيونج يمشي وراه، وبيوصله العربية بره الملهى، والمقنع التاني بيكهرب سيوك وبيغمى عليه، وساعتها بيشوف الظابط هوانج وبيشوف جهاز التتبع وبيلاقيهم مشيوا من الملهى، وبيبلغ الفرقة انها تستعد، وبيعرف انه في العربية البيضاء، وبيقول للفريق وبيتحركوا ورا العربية. وساعتها بنشوف سيونج وهو بيكلم قائد اللعبة من خلال دمية قدامه، وبيقول له انه مش هيسكت لغاية ما يدمر كيان اللعبة وكل المسؤولين عنها علشان ما يستغلوش الفقرة تاني ويموتوا بسببهم. وهوانج والفريق بيكونوا سامعين كل الكلام ده من السماعة، وبيكونوا ورا العربية علشان يوقفوهم، لكن فجأة بنلاقي قناصة بتضرب على اول عربية وبتوقفها، وبتضرب كمان على تاني عربية، وبنعرف انه قناصة تبع اللعبة. وهوانج بيقول لهم ان هو هيكمل وراهم، لكن بنلاقي ان في قنبلة في الكاوتش بتاعت عربيته وهي كمان بتقف. وسيونج ساعتها بيعرف ان خطتهم فشلت، وبيطلع المسدس وبيضرب على مكان السواق، لكن بتكون ضد الرصاص. وقائد اللعبة بيضحك على غبائه انه كان مفكر انه هيوقع كيان كبير زي ده بالخطة الغبية اللي هو عملها، وساعتها سيونج فعلا بيستسلم وبيعرف انه مش هيقضي عليها بالطريقة دي، وانه لازم يكون جوه الجزيرة وجوه نظام اللعبة نفسه، وبيقول انه عايز يشارك في اللعبة بالكارت اللي معاه. وساعتها بيسمعه هوانج والفريق، والقائد بيكون لسه مردش ومش عارف هو فعلا يشاركه في اللعبة ده قرار صح ولا غلط، بس سيونج بيفضل يستفزه وبيقول له ان كيان عظيم زي اللعبة خايف من شخص بسيط زيه لو شارك في لعبتهم. وساعتها القائد بيوافق وبينشر غاز منوم في العربية، وسيونج بيفقد الوعي فعلا. وساعتها الشباك بيتفتح وبنشوف قائد اللعبة هوان اللي بيكون اخو هوانج، وهو بيقول لسيونج اهلا باللاعب رقم 456 في اللعبة من جديد. وبنلاقي هوانج وهو بيقول للفرقة انهم هينفذوا الخطة البديلة، وهي انهم هيتبعوا سيونج بجهاز التتبع للجزيرة. وبننتقل لنيول وهي رايحة للمكان اللي اللعبة قالت لها عليه، لكن بتبقى فرد من الاشخاص المقنعين وبتكون مش اول مرة تشارك معاهم. وبعدها بنروح لهوانج وسيوك وفريقهم، وهوانج بياخدهم للقبطان بر علشان يقودهم بالمركب ويتبعوا سيونج من الجهاز التتبع، وبيكون باين انه في جزيرة في المحيط. وبننتقل لسيونج اللي بيصحى من النوم وبيتفاجئ انه بقى جوه اللعبة من تاني وبنفس رقمه اللي هو 456، وعدد اللاعبين كلهم بيبقوا 456 وهو الاخير. وبعدها بيدخل المقنعين وبيرحبوا بكل اللاعبين، وبيبدأ واحد منهم يعرفهم انهم هيشاركوا في 6 العاب مختلفة لمدة 6 ايام، وان اللي هيكسب في الاخر هيكسب جايزة قيمتها 45 مليار. واللاعبين بيبقوا لسه مش عارفين الوجه الحقيقي للعبة، وبيبقوا مستغربين من شكل المكان وقوانينها الصارمة، وانهم قالوا لهم انها لعبة عادية، فهم ليه لابسين اقنعة، وكمان هم ليه لابسين كده واكنهم مخطوفين. فالمقنع قال لهم ان ده من ضمن قوانين اللعبة. وفي واحد اسمه ميونج بيسأل على تليفونه وانه عايزه علشان يتابع سوق العملات المشفرة علشان ما يخسرش فلوسه، بس قال لهم انهم محتفظين بكل حاجاتهم وهيرجعها لهم لما اللعبة تخلص. بس ميونج
سيونج برضه بيصر انه ياخد تليفونه علشان كده هيخسر فلوس كتيره جدا. فالمقنع بيفتح فيديو وبيعرف الناس بيه وان عنده قناه على اليوتيوب وبيشجع الناس انها تستثمر في العملات المشفره، وخسر المشتركين اللي بيتابعوه فلوس بقيمه 15 مليون، وانه عليه ديون بقيمه مليار و800 الف. وبيفتح فيديوهات لكل الناس اللي اتكلمت او اعترضت وبيبان ان كلهم عليهم ديون ومطلوبين للعداله. وساعتها بينزل حصاله وبيقول لهم ان بعد كل لعبه هينزل فيها جزء من الجايزه، وانهم برضو بعد كل لعبه هيعملوا تصوير اذا كانوا عايزين ينهوا اللعبه، وقيمه الجايزه هتتوزع عليهم بالتساوي، ولو الاغلبيه صوتوا انهم يمشوا ويوقفوا لعب ساعتها فعلا هيمشوهم وهينهوا اللعبه، وهيقسموا عليهم الجايزه على حسب هم لعبوا كام لعبه. فساعتها سيونج بيستغرب عشان ده ما كانش موجود اول مره جه في اللعبه، وانهم لما صوتوا انهم يوقفوا لعب محدش فيهم خد فلوس وهو ماشي. وساعتها بيبص للقائد في الكاميرا وبيفهم انه بدأ يغير بعض من القوانين، وفي لاعب منهم بيتفاجئ بوجود امه في اللعبه وبيسألها على سبب وجودها، فقالت له انها جت علشان تجيب فلوس وتسد ديونه، فقال لها انها هتفضل جنبه وانهم كده كده هيلعبوا لعب اطفال سهله وانهم اكيد هيكسبوا، حتى كمان لو خسروا هيروحوا واكن ما حصلش حاجه. واللاعب رقم 230 بيبقى مغني راب وبيروح يتخانق مع ميونج وبيقول له ان خسر كل فلوسه بسبب ان سمع كلامه واستثمر في العملات المشفره، وانه الاحسن ليه انه يحاول يكسب علشان يكون معاه فلوس ويرجع له فلوسه، علشان لو ما عملش كده هيقتله. وكمان بنلاقي حبيبته جونهيل حامل بس بيبقى لسه ما شافهاش، والمقنع بيقول لهم ان دلوقتي جه دور انهم يوقعوا على استماره الموافقه انهم يبداوا اللعبه، واللي مش عايز يلعب يقول من دلوقتي وهم هيخرجوه. بس ساعتها كله بيوافق انه يلعب وبيمضي علشان بيقولوا انهم لو كسبوا هياخدوا فلوس كتير ولو خسروا هيروحوا عادي، وانها فعلا تستحق التجربه. وساعتها بيروحوا علشان يتصوروا، وفي واحد بيتعرف على سيونج عشان كان ساكن معاه في الحي زمان وبيبقى رقم 390، وبيعرف ان هو كمان جاي هنا علشان عليه ديون كتير. وسيونج بيقول له ان بلاش يتحرك من جنبه عشان هنا في حاجات كتير هو لسه مش عارفها، وبيبقى مش فاهم هو بيقول كده ليه بس بيقول له ماشي. وساعتها بيبداوا يتحركوا علشان يلعبوا اول لعبه، وساعتها بننتقل للظابط هوانج والفريق لما وصلوا للجزيره ويستكشفوا الجزيره بدرون، لكن مش بيلاحظوا اي حاجه غريبه وبيقربوا اكتر من الاشاره اللي جايه من جهاز التتبع وبيلاقوا انه صياد عادي، والجهاز التتبع محطوط في علبه الديدان اللي معاه، ومعنى كده ان اللعبه كشفت امرهم وشتتوهم بعيد عن سيونج، وانهم كده فقدوا الاتصال بسيونج نهائيا. وساعتها سيونج بيبدا يقلق فعلا وبيحس انهم اتاخروا، فبيشوف درسه وبيلاقي انهم شالوا منه جهاز التتبع فعلا، وبيفهم انه كده لازم يعتمد على نفسه في اللعب زي اول مره. فمش بيسكت وبيتقدم وبيقول لكل اللعيبه عن اللعبه وان التمثال اللي قدامهم فيه جهاز استشعار للحركه، وانهم يتحركوا لما تكون الاشاره خضراء بس، وانهم المفروض يعدوا للناحيه التانيه في 5 دقايق، واللي مش هيعدي في خلال ال5 دقايق دول هيموت، وان اي حد هيتحرك وهي الاشاره حمراء هيتضرب بالنار من ناس قناصين وبرضه هيموت. وكل اللعيبه بيضحكوا وبيبقى فاكرينه مجنون علشان اكيد مش هيموتوهم لما يخسروا في لعبه اطفال، وفي ناس تانيه بتبقى فاكره انه بيحاول يخوفهم عشان يكسب الجايزه لوحده. وساعتها بنشوف القائد هوان وهو بيخلع القناع وبيتفرج عليهم علشان يستمتع باللعبه، وبتبدا اللعبه فعلا. واول ما الاشاره بتكون حمراء سوانج بيقول لهم انهم يقفوا، وفي الاول كلهم بينجحوا ومحدش بيخسر فعلا، لكن في نحله بتيجي على لاعيبه منهم فمش بتقدر تستحمل وبتتحرك وهي الاشاره حمراء، فساعتها بيتضرب عليها نار وبتموت فعلا. وساعتها الناس بتتخض وفي جزء منهم بيبدا يجري، وفعلا اي حد بيتحرك بيتم اقصائه والقناصه بيضربوا عليه وبيموت. وبنلاقي ان نيول واحده من ضمن القناصين وبتتصدم لما بتشوف ابو الطفله اللي عندها السرطان، وبيكون اشترك في اللعبه علشان يوفر لبنته تمن العمليه، وبتكون متعاطفه معاه ومش عارفه تعمل له ايه، ورقمه بيكون 246. وسيونج علشان يسيطر على الفوضى بيحط ايده على بقه عشان التمثال ما يلاحظش حركه استشعاره وهو بقه بيتحرك، وبيقول لهم ان فعلا اي حد هيتحرك هيموت، وان التمثال بيشوف اي حاجه قدامه لكن لو استخبى ورا جسم اكبر منه مش هيشوفه، وانهم يعملوا طابور ورا بعض علشان تبقى فرص الموت اقل. والقائد هوان بيكون متضايق انه بيعلمهم اللعب وكده هيخلي ناس كتير منهم عايشه، لكن مغني الراب بيبقى شخص اناني وبيزق شويه منهم وبيموتوا فعلا، وفي ناس بتتحرك من الخوف وبيموتوا، لكن بيبقى خلاص قدر جزء كبير منهم يوصلوا للنهايه. وسيونج بيلاقي ان في واحد اتصف رجله وان لسه عايش وبيكون فاضل 30 ثانيه، واول ما الاشاره بتكون خضراء بيخش للعبه من تاني وبيقومه، وبتنضم ليه اللاعيبه رقم 120 وبتساعده، وفعلا بيعرفوا يعدوا الخط في اخر ثانيه، لكن نيول بتقتله برضه لانه ما كسبش بمجهوده. وساعتها اللعبه بتخلص وبنلاقي ان القائد هوان سايب القناع الاسود ومش موجود في مكانه، ولما كل اللاعبين بيرجعوا لاماكنهم بيخش لهم المقنعين وبيهنوهم انهم نجحوا في اول لعبه، لكن ساعتها كل اللاعبين بيبقوا خايفين وبيترجوهم انهم يمشوا مش عايزين يلعبوا، لكن المقنع بيقول لهم انهم ما اجبروش حد وانهم اختاروا انهم يكملوا اللعب. لكن سيونج بيعرفوا ان في بند في الاتفاق ان الاغلبيه لو صوتوا
بيضغطوا على انهم ما يكملوش لعب اللعبة بتنتهي وكله بيمشي. لكن ساعتها المقنع بينزل فلوس الجايزة وبيعرفهم ان كل شخص بيموت في اللعبة بيتم اضافة مليار على الفلوس. وساعتها في ناس كتير بتطمع في الفلوس وبيختاروا انهم يكملوا اللعبة، والمقنعين بيسيبوا لهم حرية الاختيار وبيخلوهم هم اللي يختاروا يكملوا ولا لا باغلبية التصويت. وبيبدأوا التصويت بعكس الترتيب، وان كده اخر لاعب هو اللي هيختار الاول واللي هو بيكون سيونج، وبيختار انه ما يكملش اللعبة. واللي بيختار انه يكمل اللعبة بيحط على الزي بتاعه علامة دايرة، واللي بيختار انه ما يكملش بيحط على الزي بتاعه علامة اكس. ولما سيونج بيلاحظ ان الناس اللي بتختار انها تكمل بتكتر فبيزعق فيهم وبيقول لهم انهم يركزوا في اختيارهم، وانه لعب اللعبة دي من 3 سنين وان كل اللي كان معاه في اللعبة ماتوا. بس الناس بتبدأ تطمع اكتر علشان كده هو معاهم واحد عارف كل الالعاب وفاز قبل كده بيهم، فده هيساعدهم اكتر انهم يفوزوا. لكن بيبدأ يزعق فيهم تاني وبينصحهم، فساعتها بيجي واحد من المقنعين وبيهدده انه يسكت علشان هو كده بيعطل عملية التصويت. وبعد مرور كل المتسابقين بنلاقي ان النتيجة تعادل، وبيكون باقي واحد بس على حسب تصويته هيختار هيكملوا ولا لا، وده بيكون اللاعب رقم 1 وبيختار انهم يكملوا اللعبة. وبنلاقي انه القائد هوان، وانه ساب الغرفة بتاعته ونزل في ساحة اللعب علشان يتحدى سيونج بنفسه، وبيبص له بصة كلها تحدي، وبنبقى مش عارفين مين اللي هيكسب فيهم هوان ولا سيونج. وكمان هوانج وفريقه هيعرفوا يوصلوا لمكان سيونج ومكان الجزيرة، وده اللي احنا هنشوفه في الجزء التاني واللي هننزله كمان كام ساعة. فياريت تعمل سبسكرايب للقناة اللي هو اشتراك يعني، واهم حاجة تفعل زر الجرس عشان اول ما ننزل الجزء التاني يجيلك اشعار بيه. واحنا عاملين المسلسل على جزئين عشان حابين ان احنا نجيب كل تفصيلة فعلا في المسلسل اكنك شفته بالظبط. ولو كملت الفيديو لحد هنا فياريت تحط ايموجي بشكل الراجل اللي بيجري عشان اعرف كام واحد كمل الفيديو لحد الاخر. وبس كده، نشوفكم في الجزء التاني ويلا سلام.